السلام عليكم أصدقائي. ريال مدريد رجع دخل سوق الانتقالات بقوة، كأنه عم يقول لكل أوروبا احنا راجعين نسيطر من أول وجديد. صفقات قوية، أسماء كبيرة، ومشروع جديد هدفه واضح وهو الفوز بكل البطولات. بس السؤال هون، هل التعاقدات لحالها بتكفي حتى يرجع ريال مدريد ملك أوروبا، ولا لسه الفريق بحاجة لتدعيمات جديدة؟ خلونا نشوف شو صار مع ريال مدريد واقوى الصفقات يلي عملها وكيف ممكن يكون شكله بالموسم الجديد. لكن قبل ما نبلش كل هالتفاصيل، اذا عجبك هذا الفيديو اشترك بقناتنا وفعل زر الجرس ولا تبخل علينا ابدا باللايك. يلا على التفاصيل. شوف يا صديقي، أول صفقة لفتت الأنظار كانت هي التعاقد مع المدافع الفرنسي إبراهيم كوناتي. لاعب قوي جدا بدنيا وسريع وعنده خبرة كتير كبيرة وممكن يشكل ثنائي مرعب بخط الدفاع. وبعدها عزز ريال مدريد الجهة اليسرى بالتعاقد مع مارك كوكوريا، لاعب بيعرف يهاجم ويدافع بنفس الوقت، وراح يعطي الفريق حلول كتير كبيرة على الطرف. أما بالجهة اليمنى فجاب نادي ريال مدريد اللاعب دينزيلو دومفريس، لاعب معروف بقوته وسرعته ودائما بشكل خطورة لما يتقدم للهجوم. وما وقف الموضوع هون، ريال مدريد كمان ضم النجم البرتغالي برناردو سيلفا، واحد من أفضل لاعبين الوسط بالعالم واللي ممكن يضيف إبداع وسيطرة أكبر بوسط الملعب. كمان تعاقد مع المهاجم الإسباني الشاب كارلوس إسبي حتى يجهز نجم جديد للفريق بالمستقبل. طبعا يا صديقي، كل هاي الصفقات راح تلعب جنب نجوم مثل مبابي، فينيسيوس، بلينغهام، فالفيردي، كابافينجا، تشاوميني وحتى كورتوا. يعني إذا انسجم الفريق بسرعة فبصراحة ريال مدريد ممكن يكون من أخطر الفرق بالعالم لهالموسم. لكن بالنهاية الأسماء الكبيرة لحالها ما بتعمل شيء ولا حتى بتضمن البطولات. اللي رح يفرق هو الانسجام، التكتيك، وقدرة الفريق على انه يحافظ على مستواه طوال الموسم. بكل صراحة ريال مدريد دخل الموسم الجديد وهو معلن بشكل واضح، الهدف هو المنافسة، الهدف هو حصد كل البطولات. هل يا ترى رح ينجح؟ رح نشوف هذا الشيء كله داخل الملعب بقيادة سبيشال 1 المدرب القدير، المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو. هلا اجى الدور يا اصدقائي، برايكم هل ريال مدريد هو القادر على الفوز بلقب دوري ابطال اوروبا لهالموسم، ولا في فريق اقوى منه قادر على تحقيق هذا اللقب؟ اكتبوا لي رايكم بالتعليقات ولا تنسونا ابدا من دعمكم، لانه القادم راح يكون اقوى ان شاء الله.